مساء الخير، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله الكل بخير، ورجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. وطولت عليكم شوية لأن محرم، بداية محرم ما قدرت أنزل احتراما لشهر الإمام الحسين عليه السلام. وتدرون يعني حزنانين ما نقدر إن ننزل أي فيديو. وهسه رجعت لكم فيديو جديد على ما خلصت الطبق، قلت لازم أنا أنزل لهم. طبعا مثل ما تشوفون اشتريت ذني. مو اشتريتهم اني، يعني شفتهم بالانترنت وقلت للنجار يسوي لي نفسهم، وجاب لي اياهم بالضبط نفسهم. فانتي مثلا اي واحدة مثلا تريد نفس هاي الفكرة، انا حبيت اخليهم برا بالطارمة، لان مثلا اذا انت عندك منور ترين تخليهم بالمنور، وترتبينهم اذا عندك منور مثلا مكشوف يطلع حلو، او داخل البيت او خالي ما مخليه بيه اي شيء او اغراض يعني، او ما مثلا مخليته فراغ بيه، فانت تقدرين تخلين. فانا حبيت انطيكم افكار، اذا تقدرون او تحبون نفس هاي الفكرة تخلونه منور بطارمة باي مكان انت تحبين، او شباك عندك مثلا مغلق تخلينه وثبتين بيه ورد. عادي تردين اصطناعي، انا خليت بيه اصطناعي حاليا. واذا تردين تخلين بوكسات من جوا وتخلين بيه ورد طبيعي هم يطلع حلو. بس أكثر الآن شفتهم ورد اصطناعي، حبيت أشكلهم هذا الشكل. طبعا رحت دورت أريد مثلا ورد، ردت التوليب ما حصلت، قالوا مخلص، فاشتريت هذه الورد. حبيت خليت لافندر، وهنا الورد هنا خليته شوية يعني باختلاف. وبس أنا ما مقتنعة بيه، ردت توليب ما حصلت. إن شاء الله بالأيام الجاية أحصل، لأن أريد ألوان هيك صارخة حلوة، حتى بالشمس بالهاي تتحمل. ما عجبني يعني هذا الورد، يعني مو مال برا وين مرد، لأن شوية غالي وحلو صح، هو ينغسل زين يعني أبد ما يتأثر بالشمس، لأن كنت أنا عندي برا بخليتهم بالسنادين أبد ما تأثروا. فرديت الألوان اللي أريدهم مثل الأحمر والهاي ما حصلت، قال إن شاء الله بعد شهرين يلا يجوني. يعني لقيت ذولا حصلتهم وخليتهم بهذا البوكس. وهذا الثاني هم البوكس شفته كلش عجبني، وقلت له إلا يعني أريد مثل هذا البوكس، يعني تسوي لي. خليت بهاي الجهة، والجهة الثانية خليت بذني البوكسات يصير مثل الشبابيك كلش حلوة. وهنا طبعا ليلة الوحشة دائما يعني كل سنة أنا نسويها، وتطلبين أمراضك تقرين عليها إذا تردين قضاء حاجة، تقرين زيارة عاشوراء وصورة الذاريات وصورة الدخان، وتطلبين أمراضك من السيدة زينب عليه السلام. كملنا طبعا هاي ليلة الوحشة سويتها ليلة 11، يوم العاشر ليلة 11، وإن شاء الله قبول الأعمال يا رب العالمين. وهسه أجاوب على الأسئلة اللي دائما تتكرر. شو وقت فتحتي القناة؟ يعني فكرتي إنه تفتحين قناة؟ زوجك شلون قبل تفتحين قناة؟ شنو الأفكار اللي انتي راح تقدمينها؟ أول شي فكرة القناة من زمان عندي، وإجا الوقت المناسب. قلت لازم أخلي لي يوم بالأسبوع إني أقدم شي حلو، وتدل يعني تعرفون هاي ثقافة، تنشر ثقافة المجتمع العراقي أو النساء العراقيات. إذا شي حلو ومرتب وعندي هذا الشي أقدمه إلشن، أقدمه ليش لا. ثاني شي المقربين من عندي قالوا لي ما دام عندك هاي الأفكار الحلوة، وليش ما تخلين الناس تستفاد من عندك، كأنما صدقة جارية يعني. فشفت الموضوع حلو، عندي وقت أخلي بالأسبوع يوم أو يومين أقدم بيه. صح هو ياخذ وقت، هذا تشوفون هاي 13 دقيقة 15 دقيقة 10 دقائق اللي نقدمها، ياخذ من عندك المونتاج وقت، التصوير وقت، يعني فتاخذي لك 5 ساعات 6 ساعات تطلع عندك كم دقيقة. طبعا لأن وضع الكاميرا تاخذينه من مكان إلى مكان، يعني مو شوية بنات. السؤال الثاني، اكو بنية كاتبت لي غيري اسم قناتك ونريد نصيح لك باسم بنتك او ابنك. طبعا من انا صغيرة دائما هذا الاسم اثر يتكرر دائما علي، تأثرنا بيك بأناقتك بنزاكتك، نتأثر. فقلت خل اسمي اسم قناتي على هذا الاسم، لأن دائما يتكرر. ثاني شيء أنا ناشرة على انستغرام قايلة أنا أم حسين، إذا تريدين تحكين وياي أني أم حسين حبيبتي.
وهنا صورت بالنهار حتى أشوفكم مكان البوكس اللي خليته، لأن هناك تصوير بالليل، لأن بالنهار ما أقدر أصور ولا أقدر أشتغل لأن الجو كلش حار. طبعا اليوم قررت أسوي كفتة. عندي هنا بصل فرمته ناعم، وثوم فصين ثوم هم ناعم، والبهارات ماجي وملح وبابريكا وفلفل أسود وكاري، وهنا بقسماط وكربونات الصوديوم هم. طبعا اللحم مثروم مرتين، لازم الكفتة تكون كلش يعني ثرم ناعم حتى يطلع عندكم القوام حلو وطيب. شوف بنات هسه عجنت عجن زين، يعني كلش تقريبا 10 دقائق انا اعجن بيه. راح اخليه بالثلاجة مدة 3 ساعات، واذا من الليل يعني ما عندكم مثلا مو مستعجلين بعد افضل. هسه غلفته راح اخليه بالثلاجة مدة ساعتين للعشاء يعني، واطلعه. سويته بهالشكل، شكلتها طلعتها من الثلاجة وراح اقليها. خليت لها زبد تقريبا قاشورتين، وراح اخليها 10 دقائق بالضبط، ما اريدها كلش يعني تستوي. وهنا كمل عندي العشاء وقدمته بصحن التقديم، وطلعنا برا لان عندي مبردة، وشوية تغيير عن روتين البيت. من تغيير المكان حتى نفسيتي شوية ترتاح. وقدمته هسه تشوفون بنات، طبعا ويا الخس والبصل ويا سماق وطرشي وزيتون، والحمد لله على النعمة يا رب العالمين. جربوها بنات راح تنال إعجابكم وكلش طيبة. وهم أفكار للعشاء، مرات واحد هم يحتار يسوي عشاء. وهنا بعد ما خلصنا عشاء قلت خليني أشوف المواكب. طلعنا بالسيارة طبعا، أني ما أطلع لا لمواكب أشوف ولا أطلع لأي مكان. أخلصه بالبيت زيارة عاشوراء أصلي أفضل يعني. بس هم ردت أروح للمشتل أشتري نباتات ظلية وبطريق نشرة هاي المواكب. فقلت خليني أوثقها لكم وتشوفون المواكب اللي بمدينتنا كلها توزع، المطاعم توزع مواكب بكل مكان. يا ربي ثبتنا على حب أهل البيت وحب الحسين عليه السلام، لأن شي حلو وشي مفرح. هنا أنا اشتريت ظليات خليتهم بغرفة النوم، يعني بغرفة بناتي.
فاشتريت تقريبا نبتين حلوات، الوحدة على 35. مثل ما تشوفون قلت هم أوثق لكم تشوفون هنا كل النباتات الظلية اللي تخبل وأنواعها، وتعطي طاقة بنات. إذا تخلينها بالبيت تعطي طاقة مو طبيعية للغرفة. وسويت هنا كيكة طبعا قبل فترة، أنا يعني قبل يومين 3 قبل لا أصور هذا التصوير مال العشاء، سويت هاي الكيكة عبارة عن كوب كله كوب حليب، كوبين طحين، كوب زيت، وخليتهم تقريبا ربع ساعة بالفرن. وخليت عليهم الكريمة اللي انت تحبينها، بس خليت لها كاكاو، وزينتها بالفستق المطحون، خليت لها شوية كاكاو وقدمته هنا. وألف عافية. فيديو خلونا إعجاب، اشتراك، مشاركة للفيديو، تعليق حلو مثلكم. وإذا عجبتكم القناة العفو ونالت إعجابكم تستحق أنه تشاركونها أو تعطونها تعليقات أو إعجاب حلو، لا تقصرون. أترككم في أمان الله وحفظه، تستمتعون بالفيديو. مع ألف سلامة.